أسماء أبو اليزيد وأدوار الشر، حكاية إبداع من نوع خاص. مسلسل النص هيقدمها بشكل مختلف في رمضان 2025، واللي بتظهر فيه بشخصية شريرة وهي نصابة بتساعد أحمد أمين. هتظهر بشخصية ما قدمتهاش قبل كده، ولكن دور الشريرة مش جديد عليها. في فيلم عاشق ظهرت مدمنة لدرجة تخليها ترتكب جريمة، وقبلها ب7 سنين كانت نصابة في فيلم الكويسين ولكن بطريقة كوميدية. والبنت النادلة في مسلسل هوجن، وفي 2023 ظهرت في مسلسل بطن الحوت بشخصية وردة الطماعة. أسماء هي الجوهرة اللي اكتشفها المخرج تامر محسن، وده اللي اتقال عليها في 2017 كوجه جديد لما خطفت الأنظار بهدوءها وملامحها السمراء في مسلسل هذا المساء، وبعده اتلونت بشخصيات مختلفة بين الرومانسية والكوميدية أو البسيطة أو البدوية في أعمال زي ليالي أوجيني والآنسة فرح والممر وتوبة والعميل صفر، لحد جولة أخيرة اللي ظهرت فيه بشخصية جريئة لأول مرة، أو صلة رحم اللي ناقشت فيه قضية تأجير الأرحام.